فقال لهم عثمان بن عفان: القبر أول منازل الدار الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب الكرام، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة. وبعد، إمتى آخر مرة رحت زرت فيها المقابر؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحباب الكرام جلس ذات يوم بجوار قبر، وكان معه عود ينكث فيه في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس الذين يجلسون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل ضمة القبر فأعدوا، لمثل غلق باب القبر علينا فأعدوا، لمثل سؤال منكر ونكير فأعدوا. القبر أحباب الكرام الذي بكى عنده الأنبياء والمرسلون، القبر وما أدراك ما القبر الذي بكى عنده الصالحون والطالحون، القبر وما أدراك ما القبر، بيت الوحشة، بيت الظلمة، بيت التراب، بيت الدود. عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين الذي تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عثمان وما أدراك ما عثمان، كانت تستحي منه الملائكة الكرام. عثمان كان إذا وقف عند القبر بكى ويبكي الناس من حوله ببكائه. عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف عند القبر أو أمام القبر أحباب الكرام كان يبكي بكاء شديدا وحارا، حتى قال له بعض الناس: رحمك الله يا أمير المؤمنين، إذا ذكرناك بآيات الجنة وآيات النعيم، وإذا ذكرناك بآيات العذاب وآيات النار فلا نراك تبكي، ولكن إذا وقفت عند القبر أو إذا وقفت أمام القبر أو إذا رأيت القبر بكيت حتى يبكي الناس من حولك. فقال لهم عثمان بن عفان: القبر أول منازل الدار الآخرة، فإن الجاني الله عز وجل منه فما بعده أيسر. نعم أحباب الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى من التشهد الأخير كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بالله عز وجل من أربع، من ضمن الأربعة أشياء التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بها أو منها، يتعوذ من عذاب القبر. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أحباب الكرام، ماذا أعددنا للقبر؟ يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وألا يجعلها حفرة من حفر النيران. قولوا آمين لعلها أن تكون ساعة إجابة. والسلام عليكم.